بايب قلبي مشتاقين لكم، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شلون اخباركم؟ يا ربي كلكم زينين وتعلمتوا على مقام الكورد. اليوم درسنا مقام كلش حلو وجميل ومكتوبة عليه اغاني تراثية ومكتوبة عليه اغاني الياس خضور. اليوم مقام راح نشتغل مقام الحجاز. الحجاز مقام كلش جميل، يعني مقام اللي يدخل بداخله راح يحصل انتاجات كلش قوية. سابقا وان شرحنا اول مقام الغربي اللي هو الكورد، اليوم شنو مقامنا؟ مقامنا مقام الحجاز. كذلك قلنا ذني بعد ماكو تشريق، لاحظ طبلة التشريق فارغة، ما نقدر نشرق لانه مقام غربي، هذا ما بي تشريق. لاحظ وياي صعوده او نزوله او سلمه والخريطة والاوكتافات مالته شلون نتحرك عليهن وشلون ينطلق وشلون يرجع الانطلاقية مالته. شغلنا من الصول كذلك. هذا هو مقام الحجاز. قلنا مقام الحجاز كلش حلو بروحية خاصة. خلنا نجي نعزف من عنده شوية نستفاد من عنده. مقام يونس، يعني صراحة أنا بنعزف الحجاز يعني أطرب عليه لأنه مقام كلش لذيذ وتتونس بيه وإلى أغاني كلش حلوات مكتوبة عليه. خلينا نعيد درجاته على البطيء على مود نقدر نستفاد من عنده. طبعا بالمناسبة لا تنسون الاشتراك بالقناة على مود تستفادون أكثر. هذا هو مقام الحجاز حبايب قلبي، واني شاكر تواصلكم واي شي تحتاجون بخدمتكم، ولا تنسون الاشتراك بالقناة. ممنونين لكم.